قطعة من اليابان أهلها عايشين من غير كهرباء وبيستخدموا الطاقة الشمسية. عرفوا يسبقوا الزمن 1000 سنة لقدام، وكل حاجة بتعتمد عندهم على طاقة نظيفة ومن غير أي كيماويات. وبسبب صدفة في السويد حال القرية اتقلب بين يوم وليلة، من قرية سكانها مش لاقيين ياكلوا لقرية تنتج طاقة وكهرباء كمان. وكلمة السر دكتور صلاح عرفة. يا ترى إيه حكاية قرية البسيسة وإيه علاقة السويد؟ تعالوا بينا نعرف إيه الحكاية. على بعد 12 كيلو عن الزقازيق موجودة قرية البسيسة، قرية بسيطة من محافظة الشرقية. رغم وجود قرى كتير إلا إن القرية دي تحديدا عرفت تسبق زمانها بسنين كتير، وبقت أول قرية في مصر تطلع كهرباء من الشمس. وكل ده بدأ بحلم راجل علم وسابق عصره، دكتور اسمه صلاح عرفة. من حوالي 50 سنة دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء في الجامعة الأمريكية كان مسافر منحة للسويد، وهناك شاف شعوب عايشة في بيئة نظيفة، كل حاجة ماشية بالعلم وتنظيم. ومن هنا بدأ يسأل نفسه ليه إحنا مش زيهم؟ وهنا ما كانش مجرد سؤال، رجع مصر وهو واخد قرار انه يغير في بلده، مش بس من مكتبه او مع طلابه في الجامعه، لكن من قلب الريف، من المكان اللي اتولد فيه، البسيسه. القريه وقتها كانت بسيطه جدا، 65 بيت، وعدد السكان حوالي 650 شخص، بيقعدوا على الحصير وبيكلموا في مشاكلهم من ميه وكهرباء وصرف زيهم زي اي قريه ريفيه. لكن المفاجاه بقى ان الحل جه من اهالي القريه نفسهم، واللي طرحوا استخدام الطاقه الشمسيه بدل الكهرباء اللي تقطع. ومن هنا بدات الحكايه. دكتور صلاح مسك الفكره وحلف 100 يمين ينفذها، وفعلا بدا يشتغل عليها مع شباب القريه، وكانت النتيجه اول محطه طاقه شمسيه في مصر. ايوه، البسيسه بقت اول قريه تنور من غير نقطه كهرباء. فوق كل بيت اتثبتت الواح شمسيه وبطاريات بتخزن الكهرباء، وكل الاجهزه في البيوت اشتغلت على طاقه نظيفه. ده حتى الزرع بداوا يزرعوا فوق السطوح، بس ده ما كانش كفايه. الدكتور صلاح حول المشروع ده لتجربه تعليميه متكامله، وبقى فيه تدريب على الزراعه واعاده تدوير والاعتماد على طاقه الرياح والبيوجاز، ولا كأن سافرت اليابان. وبين يوم وليله البسيسه بقت نموذج للقريه الذكيه الصديقه للبيئه، اللي مش بس تستهلك، دي كمان بتنتج. وحسب ما قال استاذ سليمان عطيه من جمعيه البسيسه ان في اكتر من 50 بيت دلوقتي بيشتغلوا بالطاقه الشمسيه، وبمبلغ رمزي حوالي 50 جنيه في الشهر. ده غير ان الجمعيه شغاله على مشاريع لانتاج الاعلاف والبيوجاز من مخلفات الحيوانات، حسب ما وضح الدكتور امير احمد من مركز بحوث الصحراء. والنهارده بقى عندنا قريه ما فيهاش اميه، ما فيهاش بطاله، والستات بقوا بيشتغلوا في ورش خياطه ونجاره وتريكو، وكل ده بدعم من جمعيه تنميه المجتمع هناك. يعني تقدر تقول كده ما بقتش مجرد قريه ناسها صحاب وجيران، دي بقت قريه كامله متكامله في العلم، هتلاقيهم بيستخدموه في كل حاجه، وحتى الانتاج بينتج بكل حاجه بكل سهوله. في النهايه قصه القريه دي اكبر بكتير من مجرد قريه نجحت في الطاقه الشمسيه، دي قصه ناس امنت بالفكره وشغلت عليها بايديها وكتبت تاريخ مختلف للريف المصري، واللي حصل هناك ممكن يكرر في الاف القرى. دلوقتي قول لنا انت تفتكر لو النظام ده طبق في مصر ايه هيكون حالنا بعد 10 سنين مثلا من دلوقتي، وهنقدر ننجح فيه ولا لا؟ اكتب لنا في التعليقات.